مبروك للأهلي الوصول إلى نهاية تشامبيونز ليغا الإفريقية باستحقاق أمام فريق هزيل وهزيل جدا، أمام مدرب غير محنك وغير قادر على شحن لاعبيته. من قبل اللقاء كنا نتخيلوا سيناريو آخر، كنا نتخيلوا ردة فعل، كنا نتخيلوا نشوفوا رجال 11 ملاعبي راجل في وسط الميدان، لكن الله غالب. الأهلي استغل هفوات بدائية في تشامبيونز ليغا إفريقية في أكابر الترجي. هذا حارس مرمى، هذا دفاع، هذا تنشيط هجومي، هذا تنظيم هجومي ولا تنظيم وسط ولا هو ولا تكتيك. ما عادش تكتيك وما عادش حديث على الأمور الفنية. صحيح خرجت الأمور. بدل نحي الزريعة الضارة باش ما تضرش بقية الجوارات النوار على الأقل. خطأ فادح من صدق الدبشي يكلف غالي جدا، والتبعثر للأوراق والحسابات هدية بصراحة من حارس لا يليق بهكذا حضور وبهكذا كاريزما أن يكون حارس أول، ما بالك في الترجي. هدف يقتل الطرح من أول 10 دقائق. شفنا رد فعل غاضب من داخل استوديوهات البي ان سبورت من طارق ذياب مباشر، واللي قال بالحرف هذا مش حارس للترجي، هذا مش معقول لخطأ الفادح اللي قام به من أول 10 دقائق تغلب الطرح، تقتل نفسية الملاعبية اللي معاك. وكما نوه إنه الترجي مطالب على رئيس النادي بإعادة تنظيم البيت، والمعنى ما واضح وصريح. مهما كانت النتيجة متاع اليوم، انتصار أو حتى هزيمة، هذه ليست الترجي التي نعرفها. الفريق ماهوش سيء وكارثي بالمعنى الكلمة، ولكن بن رمضان شفناه كيفاش قدم أداء جيد وكبير، تحركات سريعة في وسط الميدان، يعافر ويحاول ويساند. وأرضية الملعب ما ساعدتش بصراحة بحكم الأمطار، ربي يرحمنا. تعاون أكثر الأهلي في الواجب أنه يعتمد على الدفاع ويسكر البلوك ويحاول أنه يلقى الفرصة باش يعمل هجمة معاكسة. باركونتر الترجي اللي تحاول انها تقدم وتجازف مع مرور الدقائق، ديما تحاول انها تقدم، فالسباس لهنا يخلي الامور كارثية في الدفاع بحكم انه ما فماش وقفة صحيحة، ما فماش تفاهم ما بين الجوارات بين بعضها. بصراحة الحارس المرمى مام الغلطة اللي عملها في أول الطرح والهدف اللي جاء، ومن بعد حارس المرمى ما يعرفش يتواصل ويحكي وتكون عنده كاريزما وشخصية كما نشوفوا بن شريفية. عايد صيح أعملهم الكل، خلي الدفاع يتفاهم بينات بعضهم، أحكيوا مع بعضكم، اتربطوا مع بعضكم، عملوا تكتل دفاعي مع بعضكم، هاجموا بطريقة ما هيش مندفعة وانتحارية تخلي الأهلي مركي. هذه نتيجة تخلي الأهلي مرتاح في القاهرة، تخلي الأهلي مرتاح قدام جمهوره في شكل احتفالية. بصراحة الترجي وين ماشيين؟ الترجي مطالب باش يعمل وقفة صحيحة ويتم تنظيم وإعادة تأهيل البيت من جديد بخصوص الإطار الفني كرئاسة لهذا الفريق، ومن ثم الملاعبية الكل تتحاسب، اللي غلط يخلص.